في الفيديو ده هتكلم عن تحضير الحساب البنكي لمقابلة فيزا السياحة بتاعة أمريكا. تخيل أنت داخل مقابلة فيزا السياحة بتاعة أمريكا وبتقول لنفسك عادي، السفارة مش بتبص على الورق أصلا، كلها سؤالين وخلاص. وفجأة الموظف يبص لك ويقول لك ممكن الحساب البنكي، وساعتها يا إما تكون مجهز نفسك يا إما حرفيا مستقبلك في المقابلة دي يكون في مهب الريح. في الكام أسبوع اللي فاتوا كان معايا كذا حد في السفارة الأمريكية بيقدموا على فيزا السياحة، وفي المقابلة اتسألوا على الحساب البنكي. وده مش موقف فردي ولا حظ سيء، ده اتجاه بقاله فترة مش قليله الصراحه. وانا كنت دايما بقول للناس من زمان لازم يكون معاك حساب بنكي وانت في المقابله، لانه مؤخرا بقى يطلب من اغلب الناس تقريبا. خليني اقول لك ايه اللي حصل بالظبط، وبعدين هقول لك ايه اللي انت لازم تعمله علشان خاطر ما تتحطش في نفس الموقف، وازاي تروح المقابله وانت مستعد تماما حتى لو سالوا بشكل عشوائي. وللاسف ده الجزء اللي ناس كتير قوي 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 بتتهاون فيه. المهم ان المقابله اتعملت عادي مع الناس اللي كانت بتقدم على فيزا السياحه دي، وبعدها اخدوا الحساب البنكي معاهم مع الباسبورات ودخلوهم حاجه اسمها اجراءات اداريه. وهنا لازم نقف شويه، يعني ايه اجراءات اداريه بالنسبه لشخص مقدم على فيزا السياحه لامريكا؟ يعني الموضوع مش اترفض وخلاص، وبرضه مش معناه انه اتقبل. دي مرحله زياده كده، زياده في الوقت، زياده في التوتر، وسميها زي ما انت عايز تسميها، في احتمالات كتير مفتوحه هنا. بس نصيحتي ليك انت دلوقتي، انت مش لازم تحط نفسك في نفس السيناريو ده من الاساس بسبب ورقه كانت ممكن تبقى معاك. وطبعا اول سؤال منطقي في دماغك دلوقتي، طيب هو الحساب البنكي بقى شرط ولا مجرد زياده؟ خليني اقولها تاني بمنتهى الوضوح، الحساب البنكي دلوقتي بقى ضروري جدا وانت رايح مقابله السفاره الامريكيه. مش معنى كده ان هم هيطلبوه من كل الناس، لا، بس معنى كده انك لو رحت من غيره واتسالت عليه هناك هتتحط في موقف وحش جدا، وممكن الموضوع كله يتقلب ضدك في ثواني. وهنا بقى نيجي لنقطه مهمه جدا انا لسه قايل عليها من شويه، ان السفاره بتسال بشكل عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ يعني النهارده ممكن يطلبوا من شخص حساب بنكي، ورق الشغل، ورق الاملاك، وشخص تاني دخل بعده بخمس دقايق بس ويسالوه سؤالين ويمشي وما يسالوش على الحساب البنكي بتاعه. فلو انت داخل على امل ان انت هتكون من الناس اللي مش هيطلب منها الحساب البنكي دي، انت كده بتراهن رهان صعب بصراحه. والمفروض ان المقابله بتاعه السفاره الامريكيه مش مكان رهان خالص. طيب هو ليه الموضوع ده اتغير دلوقتي مؤخرا؟ من غير تعقيد كده، الدنيا كلها اتغيرت تماما بعد الاداره الامريكيه الحاليه بتاعه دونالد ترامب في ولايته الثانيه، واللي كان ماشي من سنه ولا اتنين مش شرط خالص يكون ماشي دلوقتي. وفيزا السياحه بالذات السفاره بتحاول ان هي تاكد على اللي داخل امريكا ده فعلا سائح وراجع تاني البلد، مش داخل بنيه تانيه. خلوا بالكم من النقطه دي، لان هي دي النقطه المفصل في ان بتخلي حد ياخد فيزا سياحه او يترفض. واحده من الحاجات اللي ممكن يسالوا عنها علشان خاطر يتاكدوا او يكونوا صوره كامله حتى لو بسرعه، وهي الحساب البنكي. ومهم جدا اوضح لك حاجه هنا، حتى لو ناس كتير بتقول لك السفاره ما بتشوفش ورق، الكلام ده ساعات بيكون صحيح بس هو مش صحيح مطلق. الموظف ممكن ما يبصش بس ممكن يطلب، وممكن ياخد الورق منك فعلا وبعد كده يحطك في اجراءات اداريه ويبدا ان هو يبحث عنه بعدين. فالفكره انت لازم تروح مجهز نفسك، مش عشان خاطر تبهرهم طبعا بقد ايه انت معاك فلوس في حساب البنك، بس عشان ما تتزنقش وانت في السفاره. طب في سؤال تاني منطقي جدا واتسالته كتير قوي بصراحه، هل انا لو معايا حساب بنكي ده كده كفايه؟ الاجابه هو مش كفايه لوحده في كل الحالات، بس هو يعتبر خط دفاع مهم جدا في الملف بتاعك، لان السفاره الامريكيه ممكن تطلب حساب بنكي وورق الشغل بتاعك والاملاك بتاعتك عشان خاطر تشوف ان الفلوس اللي في الحساب البنكي دي داخله من طريق مشروع. وده حصل وبيحصل كل يوم دلوقتي. والاهم من كده ان الطلبات دي مش ثابته، يعني هي بتكون حسب الشخص وحسب يوم المقابله وحسب تقييم الموظف او القنصل اللي بيكون موجود في السفاره نفسه. يعني انت بدل ما تخش المقابله وانت متوتر وبتقول يا رب ما يسالنيش، تخش المقابله وانت مطمن وكانك بتقول له اسال اللي انت عاوزه، انا مجهز نفسي تماما. وخلي بالك الكلام اللي انا بتكلم فيه ده ممكن يغير طريقه ردك ونبره صوتك وثقتك بنفسك قدام القنصل، وده لوحده بيعمل فرق كبير جدا. طب ليه بقى انا عامل الفيديو ده دلوقتي؟ انا عامل الفيديو ده دلوقتي علشان خاطر حاجه واحده بس، وهي الفكره بتاعه الحساب البنكي. لان للاسف ناس كتير جدا بتستسهل النقطه دي، وطبعا تقعد تقول انا اصلا سمعت، اصل صاحبي حصل له، اصل حد قال، وفي الاخر بيروحوا المقابله من غير ما يكون معاهم حساب بنكي، وبيقعوا في اسوأ احتمال للاسف ان هم يتسالوا عليه فعلا. طب ايه اللي انت لازم تعمله دلوقتي عمليا ببساطه وانت رايح مقابله السفاره الامريكيه دلوقتي؟ خليك ماشي بمبدا خلي كل حاجه معاك كاحتياطي. اوعى تعتمد على نقطه ان هم ممكن ما يطلبوش منك، اوعى تعتمد على نقطه ان هم ما بيبصوش على الورق، اوعى تعتمد على نقطه انا شكلي محترم ولبسي كويس وخلاص. المقابله في السفاره الامريكيه مش شكل وبس، المقابله دي بتكون تقييم عام، واحيانا ورقه واحده بتفرق بين سيناريو هادي وسيناريو متعب جدا. دلوقتي بقى نيجي للسؤال الاشهر على الاطلاق، طيب لو انا ما معيش حساب بنكي؟ انا هنا بقى مش هفتي ولا هقول لك حلول سحريه، بس اللي اقدر اقوله لك في اطار اللي حصل واللي احنا بنشوفه كل يوم تقريبا دلوقتي، وجود الحساب البنكي بقى من الاساسيات اللي لازم انت تعمل حسابك عليها قبل المقابله. انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر كل الكلام ده نظري وليس له اي فايده
كده بدون ما يكون في حد بيساعدك ان انت تطبقه على وضعك او وضع حد قريب ليك. وانا متاكد جدا ان في ناس كتير دلوقتي ممكن تسالني انا اعمل ايه بالظبط. بص سريعا كده، لو انت حاسس ان في حاجه ناقصاك، معلومه او خطوه او حد يشرح لك الامر بكل امانه، انا هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير قوي في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل اللي محدش بيقول لك عليها. اللي انت بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير جدا بتتحكم في مسار الملف بتاعك كله. اكيد سؤالك مهم بالنسبه لك، حتى لو انت حاسس ان هو سؤال بسيط او حاجه بسيطه محتاجه توضيح، بلاش تكتبها في الكومنتات خصوصا لو فيها تفاصيل شخصيه. لا انصح ابدا بكتابه اي تفاصيل شخصيه عندي او عند اي حد خالص. في الرابط في وصف الفيديو تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل واحاول ان انا اساعدك تمشي في الاتجاه الصح من اول خطوه. خلينا دلوقتي نرجع ناكد على نقطه مهمه ناس كتير قوي بتفوتها، وهي فكره العشوائيه. انت ممكن تكون عامل كل حاجه صح ومع ذلك تتسال سؤال واحد مش متوقع خالص. عشان كده تجهيزك مش بيكون على اللي غالبا هيحصل، خلي تجهيزك يكون على اللي ممكن يحصل بالفعل. وبصراحه فكره اصلا انك تروح مقابله السفاره الامريكيه دلوقتي من غير ما يكون معاك حساب بنكي هي نفس فكره الطالب اللي بيروح امتحان من غير ما يكون معاه الاقلام والادوات بتاعته، وكانه بيقول انا كده ممكن الاقي قلم هناك لما اروح الامتحان. يعني ممكن فعلا، بس ليه تعرض نفسك لكل ده؟ واقول تاني علشان اكد المعلومه للناس اللي بتحب التاكيد، الطلب مش بس حساب بنكي. زي ما قلت لك ساعات بيسالوا على ورق الشغل بتاعك، على ورق الاملاك بتاعك، لو عندك مثلا بيت او لو عندك شقه، وده معناه ان الملف مش مجرد كلام بيتقال في دقيقتين وخلاص. في الايام دي التدقيق بقى اكتر بكتير جدا، وفي ناس كتير قوي بقى يقع عليها موضوع الاختيار العشوائي ده. وفي الاخر صدقني انا مش بقول الكلام ده عشان خاطر ان انا اخوفك، انا بقول لك الكلام ده عشان خاطر انت ما تتفاجئش وانت في المقابله. واللي حصل معايا انا شخصيا الكام اسبوع اللي فات دول يعتبر رساله واضحه لكل واحد بيقدم. الحساب البنكي لازم يكون موجود معاك في مقابله السفاره الامريكيه دلوقتي، حتى لو مش كل الناس بيطلب منهم. حتى لو لقيت ناس كتير قوي بتحلف لك ان هم مش بيشوفوا ورق، خليه معاك احتياطي، لان الدنيا دلوقتي اتغيرت والاسئله بقت بتظهر بشكل عشوائي. في النهايه انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. اسف جدا على الاطاله، شكرا جدا لمتابعتك واتمنى لك كل التوفيق.